مشاهدينا مساء الخير واهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقه جديده من حلقات مباشر من مصر، ونبدا كالمعتاد بقراءه تحليليه للاخبار من خلال هذا اللقاء مع الكاتب الصحفي الكبير استاذ محمد عبد الحافظ. اهلا بحضرتك استاذ محمد. مساء الخير. الرئيس السيسي ونظيره الامريكي يبحثان هاتفيا الجهود المكثفه لوقف اطلاق النار بغزه. كيف ترى هذه المباحثات وكيف ترى التنسيق المصري الامريكي بهذا الشان؟ مصر بتلعب دور قوي جدا وصعب جدا في مسألة التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار في غزة. الصعوبة جاية من التعنت الإسرائيلي اللي مصر على عرقلة أي مباحثات للسلام. وافق قبل كده على مبادرتين وعند التنفيذ تراجع. نتنياهو بيتعنت تعنت غير مبرر، لا يستجيب لأي ضغوطات، سواء ضغوطات أوروبية أو ضغوطات أمريكية أو وساطة مصرية وقطرية. أعتقد أن ده راجع من حاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولانية أنه الأسبوع اللي فات شهد زيارة 3 وزراء من أوروبا، وزير خارجية فرنسا، وزير خارجية بريطانيا، بالإضافة إلى وزير خارجية أمريكا. ال3 وزراء خارجية راحوا إسرائيل ليطمئنوها ويؤكدوا التزامهم بأنها آمنة. مجرد ما خلصت الزيارة دي على الفور نتنياهو زاد من تعنته وقال أنا مش هحقق أي حاجة غير لما أسيطر سيطرة كاملة على غزة. استمراره في احتلال محور فيلادلفيا عامل مشكلة كبيرة مع مصر كمان. مصر مصر على الانسحاب الكامل وفقا للاتفاقيات، اتفاقية السلام، ملاحق اتفاقية السلام. هو مصر انه يفضل في هذا المحور بحجة انه عايز يعمل طوق امني على غزة ويسيطر سيطرة كاملة على حماس ويقطع دابر اي مقاومة عسكرية فيما بعد. ورغم ان في تدريب لحوالي 2500 فلسطيني تولي مسؤولية الأمن في غزة بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار أو إلى الهدنة، إلى أنه ما زال متعنتا. ورغم أنه موافق على الأسماء بالكامل ال 2500 اللي تم تدريبهم في أمريكا برضو متعنت. رويترز من 48 ساعة أذاعت خبر غريب جدا أنه تم مكالمة هاتفية ما بين ترامب ونتنياهو. ترامب بيقول نتنياهو فيها أرجو أن أنت ما تستجيبش لأي ضغوط علشان ما تحققش وقف إطلاق النار ويتحقق نصر للحزب الديمقراطي وتفوز هاريس. يعني يطالبوا بعدم الاستجابة لمطالب الإدارة الأمريكية الحالية. أيوة. بقيادة جو بايدن، عشان ما يحققش أي نصر أو تقدم في المباحثات فتحسب كورقة رابحة للحزب الحزب الديمقراطي وهاريس تفوز بالرئاسة. طبعا الجانبين نفوا هذه المكالمة، إنما رويترز أكدت وجابت نص المباحثة. ده كله يخلي مصر في موقف صعب جدا، إنه محاولة تقريب وجهات النظر ما بين الجانب الإسرائيلي وما بين حماس. حماس عايزة المفاوضات تبتدي من حيث ما انتهت المفاوضات التي تمت في يونيو. نتنياهو بيقول احنا هنعيد المفاوضات من البداية. ده كله بيخلي المهمة صعبة جدا على مصر. كان في وفد إسرائيلي في مصر ومتفهم وجهة النظر المصرية جدا، وإن هي دي الطريق الأمثل لتحقيق السلام اللي منها الانسحاب من فيلادلفيا. نتنياهو رفض الاستجابة حتى للوفد الإسرائيلي.
النهارده في وفد من حماس وصل القاهرة. بكرة هيبتدي مباحثات جديدة أعتقد إنها الفرصة الأخيرة في هذا التوقيت الحرج طيب للتوصل في إلى هذا وقف الشأن إطلاق أيضا نار. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: التوصل لاتفاق فوري لوقف إطلاق النار بغزة يكتسب أهمية فائقة في هذا التوقيت الدقيق. زي ما حضرتك تفضلت في بداية هذا الحوار، مصر بتبذل جهد كبير ومساعي صعب. وتواصل وتنسيق على كافة المستويات عربيا ودوليا مع أوروبا ومع الإدارة الأمريكية ومع المجتمع الدولي بأكمله. ولكن كيف يمكن أن يثمر أو يحقق هذا الجهد ما هو مرجو منه في ظل الموقف الأمريكي اللي حضرتك وصفته في حوار سابق بأنه حتى لو لم يعلن هذا الأمر لكنه منحاز تماما لإسرائيل وليس منزعجا على الإطلاق مما تقوم به حكومة نتنياهو؟ مش بس الموقف الأمريكي، الموقف الأمريكي هو الأوروبي. والدولي يعني خليني أقول لك الوصف الدقيق لهذا الدعم اللامحدود. وزير خارجية بريطانيا راح إسرائيل عشان يأكد دعم بلاده للأمن الإسرائيلي، ورغم ده نتنياهو رفض إنه قابله. رفض إنه قابله ليه؟ رفض إنه قابله علشان كان بريطانيا لم تعترض على مذكرة المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية اللي طالب فيها بأنه يتم استيقافه هو وزير دفاعه. إلى هذا الحد إسرائيل يعني بالبلدي كده نقدر نقول إنها مالية إيديها من مسألة إنها تعمل اللي هي عايزاه، وهي فعلا بتعمل اللي هي عايزاه. يعني تطور الحرب ما بقتش تشمل غزة دلوقتي، دي دخلت على الضفة الغربية. مفروض انه ال5 سنين بتوع أوسلو خلصوا، وكان مفروض انه يبقى في مفاوضات جديدة، مرحلة جديدة لمفاوضات أوسلو. اللي بيعمله نتنياهو أحبط المفاوضات الأولى أصلا. لا توجد أي مشكلة أو ضغوط طالما حضرتك أشرت لأن إسرائيل لا تخضع لأي ضغوط وتشعر بارتياح إزاء الموقف الدولي بشأنها وبشأن جرائمها ضد الفلسطينيين. بالرغم من هذا، الجنائية الدولية تنظر في سرعة إصدار قرارات بشأن اعتقال نتنياهو وجالنت، فضلا عن كل الإجراءات اللي أعلن عنها دوليا أو قانونيا والتي أدانت ما تقوم به دولة الاحتلال في فلسطين. ألا يمثل هذا وهذه الملاحقات القانونية أو القضائية أي شكل من أشكال الضغط على حكومة نتنياهو؟ مفيش أي أشكال ضغط. يعني أنت كل الضغوطات الدولية اللي حصلت، سواء القرار مجلس الأمن، سواء الجمعية العمومية للأمم المتحدة، سواء الضغط الأمريكي الظاهري، سواء الضغط الشعبي للرأي العام العالمي، كل ده ملوش تأثير. التأثير مش هيجي غير من حاجة واحدة، إن أنت تقفل محبس الدعم اللوجستي للأسلحة. يعني لما تقول إن كل قوات البحرية الأمريكية موجودة دلوقتي في البحر المتوسط، موجودة ليه؟ موجودة عشان تحمي إسرائيل. فلما حد يبقى لاقي هذا الظهير الدفاعي اللي موجود، هيستجيب ليه؟ يعني هو دلوقتي من يملك قلم الإمضة فقط نتنياهو، لا أحد غيره. وده بيصعب المهمة على مصر. يعني مصر لو حضرتك باصص كده للخريطة اللي موجودة دلوقتي، الضغط اللي موجود على مصر دلوقتي ضغط كبير جدا جدا. يعني القيادة السياسية بتبذل مجهود أضعاف ما أي حد ممكن يتصور. أنت عندك دلوقتي في مشكلة عويصة في السودان، ده بيخلي القوات المسلحة تصبح في حالة استمرار واستنفار دائم. ليبيا عادت تاني مسألة الفرقة السياسية في ليبيا، ده بيخليك تعيد تاني من الأول إن يبقى في تأمين للحدود من جهتك بس. يعني تأمين الحدود زي ما حضرتك عارف بيبقى على جهتين، فيبقى 50% هنا و50% لتأمين الحدود. مصر بتحمي الحدود مع السودان وبتحمي بمفردها، وبتحمي الحدود مع ليبيا. ثم ما يحدث الآن في القرن الأفريقي والحوثيين اللي بيعملوه ده برضو بيهدد المصالح المصرية. ويأتي اللي بيحصل في إسرائيل. فإذا تم حل
المسألة في إسرائيل، أعتقد أنه جميع الاشتباكات دي هتخف المسألة شوية. طيب النشاط الأمريكي المكثف، احنا بدأنا هذا الحوار بالإشارة إلى اتصال هاتفي ومباحثات بين الرئيسين المصري والأمريكي بشأن فلسطين وما يحدث طبعا من جرائم والحرب في فلسطين وفي قطاع غزة. مدير الاستخبارات الأمريكية ومنسق الأمن القومي في القاهرة لبحث مفاوضات غزة، رئيس هيئة الأركان الأمريكي، يبدأ جولة تشمل مصر والأردن وإسرائيل. ما هو المستهدف؟ ما الذي يمكن أن يتحقق أو ما هو المرجو تحقيقه من هذا التحرك الأمريكي المكثف أو النشط جدا؟ أعتقد أنه التحرك الأمريكي لا يجب أن يستهدف مصر، ولا يجب أن يستهدف الطرف الثاني في الوساطة قطر، ولا يستهدف الأردن في الجولة اللي هتحصل خلال ال 24 ساعة القادمة. لابد أن يستهدف إسرائيل. إسرائيل هي من تملك قلم الإمضة، هي من تملك وقف إطلاق النار، ولا حتى حماس. يعني حماس من السهل جدا الضغط عليها في أنه وقف إطلاق النار، لكن هل إسرائيل لو حماس استجابت هتستجيب؟ مش هتستجيب برضه. إسرائيل عندها مشروع كبير لن تتنازل عنه. نتنياهو لن يتنازل. طب هل ده يعني ان في استحالة للتوصل لأي حل للأزمة؟ أعتقد أنا وجهة نظري، وأرجو أن أكون مخطئا، أنه مفيش أي بوادر للحل الأزمة أو وقف إطلاق النار في غزة في القريب العاجل. حضرتك أشرت أكثر من مرة خلال الحوار إلى ترقب وصول يعني وانتظار واستضافة وفد حماس في القاهرة، ووصول وفد حماس إلى القاهرة اليوم لبحث نتائج مفاوضات وقف الحرب على غزة. ما الذي يمكن أن يسهم في تقديم بعض الحلول أو البحث في آفاق أو سيناريوهات محتملة للتوصل إلى حل من خلال هذه المباحثات في القاهرة مع وفد حماس؟ يعني برضو عشان المشاهد الكريم يبقى في الصورة، مصر ليست أداة للضغط على حماس، عشان ما حدش يتصور انه مصر بتضغط على حماس لقبول اي حاجة مش في صالح الفلسطينيين. مصر بتلعب دور وسيط، بتحاول تقريب وجهات النظر بين الطرفين لأكتر من سبب. السبب الأولاني سبب إنساني بحت، إنه وقف نزيف الدم الفلسطيني وإدخال المساعدات للشعب المشرد في أرضه. والحاجة الثانية إعادة الحق للفلسطين. والحاجة الثالثة إقامة سلام دائم في المنطقة، لأن السلام هو مفتاح التنمية للمنطقة كلها. إذا لم يحدث سلام، وإذا لم تقام دولة فلسطينية على وعاصمتها القدس، لن يحدث استقرار في المنطقة ولن تحدث تنمية في المنطقة، وده كل شعوب المنطقة خسرانة منه ما عدا إسرائيل طبعا. طيب بعض الناس في الشارع المصري أو الشارع العربي يقولون إنه فلسطين تحترق، القضية تضيع وتتآكل تدريجيا، وجرائم الاحتلال ودولة الاحتلال تزداد يوما بعد يوم، والنخب تتحدث والإعلام يتحدث ويتناول ويتابع ويحلل، والقيادات تتفاوض والقادة في مباحثات على المستوى العربي والدولي، ولكن دون أن يغير هذا من الأمر شيئا. إيه اللي ممكن يغير أي حاجة للأفضل يا أستاذ محمد في ظل كل المعطيات اللي حضرتك أشرت إليها وقمت بتحليلها خلال الحوار؟ إيه اللي ممكن يبدأ في التوصل أو في بادرة حل حقيقي للأزمة؟ أمريكا الأول أنها توقف المساعدات. عندما تتوقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل ستتوقف الحرب على غزة. الحاجة الثانية ودي مهمة جدا يعني، وده ليس نقدا لفلسطين، هم مش في ظرف ان الواحد ينقد، لكن هي نصيحة ان لابد من توحيد الصف الفلسطيني. دي مسألة مهمة جدا جدا. إذا تم توحيد الصف الفلسطيني أعتقد أنه ده هيبقى ورقة ضغط كبيرة جدا لا تقل عن وقف الدعم الأمريكي لإسرائيل. ومن الذي يستطيع أن يوحد الصف الفلسطيني؟ يعني من الذي يبدأ أو تكون له المبادرة في هذا الأمر أو يأخذ زمام المبادرة؟ هل هي حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أم قيادات حماس؟ يعني من أين يمكن أن نبدأ الطريق إلى موقف فلسطيني معلن وموحد ويتم التنسيق مش فيه؟ مهم مين اللي يبدأ، المهم أن يبقى فيه إرادة سياسية عند فتح وإرادة سياسية عند حماس. يعني في النهاية هذا الخلاف
اسرائيل بتبني عليه. يعني لما اسرائيل تقول هي اللي تختار مين اللي هيقعد في غزه ومين اللي هيتكلم في غزه، فتروح مع الرئيس عباس، والرئيس عباس يعمل جوله في كل الدنيا ويقول ان احنا بنتعرض للاباده وبنتعرض للتهجير القسري وبتاع ده كله. حد بيتكلم سياسيا وحماس بتتكلم بالسلاح. عندما يتوافق الخطاب السياسي والخطاب العسكري، ساعتها هيبقى فيه رد فعل اعتقد ايجابي في صالح القضيه الفلسطينيه وفي صالح الشعب الفلسطيني اللي مطحون ما بين القيادتين. يعني الشعب الفلسطيني هو اللي بيدفع ثمن هذا الثمن، الانقسام. وربما يكون انه الثمن، انا طبعا مش بقول ان ما بقاش في مقاومه، لازم تبقى في مقاومه. يعني الشعوب لا تتحرر الا بايد ولادها، ولا تتحرر الا بالدم. مفيش دوله تحررت على مدار التاريخ من الخارج، مفيش دوله جت حررت دوله، ما سمعناش في ده. ليبيا قعدت كام سنه تقاوم، مصر قعدت كام سنه تقاوم الاحتلال، الجزائر، كل الدول الافريقيه التي تحررت كلها دفعت ثمنا غاليا. لكن وهي بتعمل ده ما كانش فيه انقسام داخلي، يعني لم يكن كانت هناك جبهة موحدة، الدولة من كانت الداخل. جبهة موحدة. كان في يعني ممكن تبقى في اختلاف في وجهات النظر، لكن هذا الاختلاف الخلاف يعني لم يصل إلى درجة الفرقة. التأثير على المقاومة. يعني أنا ما شفتش مثلا إنه السنوار طلب لقاء أبو مازن والاثنين قعدوا مع بعض، يعني ده ما شفتوش. وقبل هنية قبل ما يتوفى ما شفتوش قاعد مع الرئيس عباس. يعني هذه الصورة لو حدثت اعتقد انها هتفرق كتير قوي لصالح فلسطين. طبعا لصالح فلسطين. ساعتها كمان تبقى ورقة ضغط في ايد الوسطاء. يعني خلي بالك مصر، عشان كده بقول لك ان مصر بتلعب دور صعب جدا جدا في منتهى الصعوبة. انت عمال بتحاول قدر الامكان تدافع عن الارض وتدافع عن الوطن وبتدافع عن القضيه وبتدافع عن كل ما يتعلق بفلسطين وسط تعنت من اسرائيل وعدم تفهم من الاسرائيليين لضروره التوصل الى سلام. ربما تكون المكالمة اللي أنا قلت لحضرتك عليها دي صحيحة. لو كانت صحيحة فمش هيبقى في أي أمل في وقف الحرب في غزة، ولو كانت صحيحة حضرتك بتقول إذا ستستمر أضيفت لهذه الأزمة حسابات لعبة الانتخابات الأمريكية وإنها يعني تستخدم الوضع في فلسطين وترامب كورقة. أكثر، خلي بالك ترامب أكثر تطرفا من الحزب الديمقراطي. يعني ترامب لو نرجع بالذاكرة كده، لما كان رئيس لأمريكا هو أول رئيس ينقل السفارة من تل أبيب إلى القدس. فمحدش يعول على تغير الكرسي من ديمقراطيين لجمهوريين على أي حاجة لحلحلة القضية. ما اللي هيحلحل القضية في الأول والآخر هو الشعب الفلسطيني بتوحيده. نعود لهذا العنوان. الجنائية الدولية تنظر في سرعة إصدار قرارات بشأن اعتقال نتنياهو وجالانت. عايز تقييم من حضرتك لهذا الموقف من الجنائية الدولية وإمكانية التطبيق على الأرض إذا صدرت قرارات فيها إدانة جنائية دولية لكل من نتنياهو وجالانت. ما الذي يؤثر فيه هذا القرار أو هذه القرارات إن صدرت وهذه الإدانات، وكيف يمكن تطبيقها؟ هل هي أمر سيكون واقعا أم لا؟ قوة القرار ما بتبقاش في القرار، قوة القرار بتبقى في تنفيذه. هذا القرار حتى لو صدر، وهذا ليس تشاؤما لكن نظرة واقعية جدا، طلع القرار، هنفترض وطلع القرار النهاردة، الجنائية الدولية طلعت قرار بتوقيف نتنياهو ووزير دفاعه، هل هيتم تنفيذه؟ لن يتم تنفيذه. هل لو سافر نتنياهو إلى أمريكا سيتم توقيفه؟ لن يتم توقيفه. هل لو سافر إلى أي دولة أوروبية سينفذ؟ لن ينفذ. فإذا هو قرار زي القرارات الدولية الكتيرة اللي طلعت وبقت مجرد حبر على ورق. فبرضه ده ما نعولش عليه.
يعني كل واحد بيعمل اللي عليه، لكن في النهاية القرار سيكون حبرا على ورق. سفير فلسطين في القاهرة يقول إسرائيل عطلت الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاقية أوسلو. أين نحن الآن مما طرح في اتفاقية أوسلو ومما تم الاتفاق والتوقيع عليه في اتفاقية أوسلو، وكيف ترى هذا التصريح للسفير ده احنا يعني أمنيتنا دلوقتي مش المرحلة الثانية من أوسلو بعد غزة وأريحا، ده احنا أمنيتنا إن المرحلة الأولى تستتب، تفضل غزة وتفضل أريحا، لن تبقى غزة ولن تبقى أريحا، وهيحتل جزء من الضفة الغربية. فده كلام يعني متفائل جدا 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 يعني. وزير الخارجية يشارك في افتتاح جلسة عن السلم والأمن في هذا المؤتمر. طبعا مشاركة للدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج اليوم في الجلسة الافتتاحية الاجتماعي الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا، والمنعقد بالعاصمة اليابانية طوكيو بمشاركة وزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقي ووزيرة خارجية اليابان وممثلي الأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني اليابانية. كيف ترى هذه المشاركة وأهمية هذا النشاط وما يمكن أن يبنى على ما يتم التوصل إليه في هذه الاجتماعات؟ زي ما حضرتك عارف ان مصر حريصة جدا على مسألة إقرار السلام والسلم، مش بس في المنطقة، لا في العالم كله. يعني مصر دائما ترفع شعار السلم والأمن الدوليين هم المفتاح للتنمية من أجل شعوب العالم كلها. مصر بتشارك وهي متحدث رئيسي في الجلسة الثانية لهذا المؤتمر الهام، وهتعرض يعني التجربة اللي موجودة في الشرق الأوسط وكيف يعاني الشرق الأوسط من مسألة عدم وجود استقرار في المنطقة، سواء في السودان أو في ليبيا أو في القرن الأفريقي أو في غزة. يعني هذه التجارب تجارب مريرة جدا. يعني أين العالم مما يحدث في السودان؟ يعني دي كلها حاجات علامات استفهام برضو لازم تتحط قدامنا. هل هناك من يشجع ومن ينفخ في النار لوجود هذا التناحر الدموي في السودان؟ هل هناك من يعني يدعم اللي موجود حتى في الأقاصي ما بين روسيا الإعلام منشغل بالسودان يا أستاذ محمد، الإعلام الدولي، وكالات الأنباء، وسائل الإعلام، القنوات الإخبارية العالمية أو الدولية أو الأوروبية، هل يعني بتلقي الضوء أو بتفسح مجال كبير للحديث عن والبحث عن حلول لما يحدث في السودان أو لتقديم صورة وانعكاس ما يحدث هناك للعالم؟ لا طبعا، هو كل العالم دلوقتي منصب على ما يحدث في غزة. هي رقم واحد، الخبر رقم واحد في جميع القنوات في العالم كله. هل ده منظم؟ هل ده مدروس انه لابد ان تخطف الكاميرات غزة، وما يحدث في ليبيا يبقى كما هو، وما يحدث في السودان يبقى كما هو، وما يحدث في الصومال يبقى كما هو؟ يعني هل مثلا القانون الدولي بيدي الحق انه مجموعة إرهابية تروح تاخد حتة من بلد وتعلن استقلالها وتقول ده بقت الصومال لاند، وتيجي دولة تانية زي اثيوبيا تقوم مأجرة مينا وعاملة فيها قاعدة عسكرية؟ يعني فين بقى القانون الدولي؟ فين حارسة السلام وحارسة حقوق الإنسان أمريكا والاتحاد الأوروبي؟ فين؟ وده فين؟ ده في القرن الأفريقي اللي ممكن يعمل أزمة كبيرة جدا. هل هي منظمة؟ أعتقد إنها مسألة منظمة ومدروسة. وزير الخارجية يلتقي المدير التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية، ووزير الخارجية يقول تعدد مجالات التعاون بين مصر واليابان يعكس أهمية وخصوصية
خاصة بالعلاقات المصرية اليابانية أو أهمية وخصوصية العلاقات المصرية اليابانية، ويلتقي أيضا مع وزير خارجية بنين على هامش اجتماعات هذا المؤتمر. تعليق أخير من حضرتك هنختتم به هذا الحوار سريعا إذا أمكن على هذا التعاون أو هذا المجال من التنسيق والتعاون المصري الدولي. هو في خصوصية في التعاون بين مصر واليابان في كافة المجالات، وخصوصا في المجالات التكنولوجية وتبادل الخبرات، ومصر بتحاول انها توطن الصناعات اليابانية في مصر. وهذه الاتصالات مش مصر بس عايزة تعمل ده في مصر، لكن عايزة توطد كمان العلاقات اليابانية في الدول الأفريقية. للأسف وقتنا مش هيتسع المزيد، لكن بعد هذه القراءة التحليلية للأخبار بنتوجه بخالص الشكر إلى الكاتب الصحفي الكبير أستاذ محمد عبد الحافظ. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا شكرا لحضراتكم على المتابعة، ولكن ابقوا معنا، لدينا المزيد بعد الفاصل. موضوع آخر وحوار تجريه الزميلة إيمان العقاد. نتوقف الآن مع فاصل قصير، وأيضا يأتي الآن موعد رفع أذان المغرب الذي حان موعده بتوقيت القاهرة. ابقوا معنا.